السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. سلام البنات، ويشكم وشحواكم، ان شاء الله تكونوا بخير وفي يتم الصحة والعافية يا رب. وصفتنا النهار اليوم هي حلوى اقتصادية سريعة التحضير، وتجي شيشة وخفيفة وتوجد بالخف وتقطع لنا كميات لا بأس بها، والنتيجة ما شاء الله. كما قلت لكم تجي شيشة وخفيفة والذوق رائع جدا. لهنا بعجينة واحدة درت 3 أشكال مختلفين، وكل واحدة لها حرية الاختيار، تحب تدير شكل واحد ولا 3 أشكال. أنا أعطيتكم الفكرة والاختيار يبقى ليك انتيا. نروحوا لطريقة التحضير والمقادير بالتفصيل. أنا عندي 250 جرام زبدة، عندي بيضة كاملة وصفار بيضة، عندي فنجان تاع زيت وكاس سكر جلاس مغرفة تاع عسل، عندي كيس مليان تاع كاوكاو يكون محمص ومرحي رقيق خلاص بقشورو. عندي خميرة الحلويات، عندي لافاني، وعندي الفرينة باه نشيحو بها. نبدو على بركة الله. حطيت البيضة كاملة، زدت معاها صفار بيضة، سكر جلاس، ورشة ملح طبعا، وزبدة تاعي حطيتهم كامل. راح نخلطهم بالبعتور هكا شوية حتى يبيض معنا الخليط. وراح نضيف فنجان تاع مليان تاع زيت، وراح نزيد نخلط، ومن بعد راح نضيف مغرفة كبيرة تاع عسل، وراح نضيف الكاوكاو تاعي اللي يكون محمص ومرحي رقيق اخلاص. لهنا الكاوكاو حمصته بزيادة وباش يعطينا ذوق رائع، ورحيته ثاني بالقشور تاعو باه يعطينا لون للحلوى تاعنا. هنا ضفت المكونات نخلط فيهم، يعني طريقة سهلة جدا وبسيطة جدا. المكونات موجودين وحاضرين، والحلوى تاعنا توجد على وقفة، يعني هكا وانتي واقفة 5 دقائق توجداها وتحضراها. وديراها لقهوة العشية ولا فطور صباحي، لكم حرية الاختيار. هنا فقط البنات بالنسبة للناس اللي يشوفوا أول مرة في لا فيديو تاعي وفي القناة، نقول لكم ادخلوا شوفوا كامل الفيديوهات، أكيد راح يعجبوكم لأنهم فيهم وصفات سهلة واقتصادية وراح يعجبوكم ياسر ياسر. ما تنسوش ديروا جيم لا فيديو تاع نهار اليوم، وما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد مني. لهنا بعد ما خلطت وحطيت كامل المكونات راح نشفها، يعني نشف الخليط تاعنا بالفرينة والخميرة الحلويات ضفتها. لهنا تقريبا الفرينة دت مني حوالي من 650 حتى 700 جرام تاع فرينة. نشيح الخليط تاعي غير بشوية حتى نتحصل على عجينة تكون طرية ومتماكسكة وشادة روحها. بالنسبة للأشكال لهنا أنا خيرت 3 أشكال بهن يعني نوجدهم بالعجينة هذه. تقدروا ديروا كريات كيما هكا وتغطسوهم، يعني يكون السمك تاعهم والحجم تاعهم 25 جرام. تغطسوهم بعد في العسل، ومن بعد ديروا لهم نواد كوكو، ولا ديروهم كاوكاو، ولا ديروا لهم قفرات. كيما ثاني تقدروا ديروا يعني لهنا أصابع بالكف تاع اليد، ما يكونوش خشين لأنها فيها الخميرة، أكيد راح تزيد معاك في الحجم. وديري هليلات. لهنا المقطع تاع الهليلات كيفاش كنت نشكل فيه، يعني طريقة بسيطة عادي جدا. تشكلي هليلات هكا صغيرونين. وشكلت أصابع حطيتهم بجهة. هنا راني وجدت البلا الأول الأشكال تاعي اللي حضرتهم كيما قلت لكم. العجينة هذه والكمية هذه تقطع لي كمية حوالي من 38 حبة حتى 40 حبة، يعني ما شاء الله زاكية ووافية. بالنسبة للشكل الثالث اللي هنا اخترت اني نديرو فليمول هذوما تاع الكعكات. ماذا بكم ما تكثروش العجينة باه ما تجيكمش من داخل عجينة، يجيكم الحبة الحلوى تاعكم خفيفة وهشيشة. درتهم يعني العجينة فليمول كامل، ومن بعد جبت بعد ما خرجوا وبردوا لي حبة الحلوى تاعنا، رحيت باكي كبيرة قفرات تاع بذوق الفاني. رحيته ولا درتو يعني رحيته، وجيت ندهن في الحبيبات تاعي بالمعجون اللي ضفت له يعني شوية تاع مزهر، خففته شوية بالمزهر، وبديت يعني نغلف في الحبات تاعي بالمعجون والقفرات. يعني طريقة سهلة وبسيطة واكيد راح تعجبكم. كما قلت لكم توجدوها على وقفة. المكونات بسيطة واقتصادية والنتيجة جدا رائعة جدا.
وتقطع لكم كمية لا بأس بها. أكيد راح تعجبكم الوصفة تاعنا تاع نهار اليوم. نزيد نفكركم نقول لكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد مني، يوصلوني اني نوصل الانكا البنات، لاني قريب ان شاء الله نوصل الانكا. بدعمكم وخلوا لي في التعليقات وش تحبوا نزيد نحط لكم من فيديوهات. هذه هي النتيجة تاعنا تاع الحلوى تاع نهار اليوم. كما قلت لكم يجي هشيش وخفيف يهبل واقتصادي. هنا حاولت نقسم معكم الكعبة باه تشوفوا يعني كيفاش يذوب في الفم ويوجد بالخف ويحضر ثم. ان شاء الله عجبتكم الوصفة تاعنا تاع نهار اليوم. نقول لكم دمتم اوفياء لقناتي وشكرا على دعمكم لي، ونقول لكم نتلاقوا في وصفة جديدة وفي فيديو آخر إن شاء الله في أقرب وقت. نقول لكم مع السلامة.